السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراحات هذا النهار ان شاء الله غيكونوا متعلقين باللانش بوكس ديال الوليدات ديال المدرسه. يعني اقتراحات اللي في عوض ما نمشيو نشريوهم من المحلات نوجدوهم في الدار، نديروهم في المجمد وقت ما بغينا شي حاجه، يعني كنعمروها فقط مع الصباح وكنوجدوا ليهم الماكله ديالهم، كنكونوا عارفين شنو درنا فيها. غادي نشوفوا لي فون دو بيتزا، غنشوفوا لي فون دو طارت مالحين، غادي نشوفوا الخبز ديال الطورطيه حتى هو اللي كيجي اكثر من رائع، يعني حسن. هادشي كامل حسن 100 مره من داكشي اللي كيتباع في الزنقه، عارفين شنو دايرين فيه، وشي حاجه اللي هي نقيه وكتسهل عليكم الخدمه. يعني غتوقفوا واحد النهار ولكن غادي ترتاحوا واحد الشهر ولا يعني واحد المده من الوقت. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وبسم الله على بركه الله. غادي نبداو بلي فون ديال البيتزا اللي غادي نديرو هنايا. العجينه الامريكيه، يعني غادي نستعملوا فيها الحليب عوض الماء. غنديروا هنا 2 كيسان ديال الحليب يكون دافي. غنزيدوا معاهم هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز اولا الخميره الفوريه. نزيدوا هنايا واحد ياغورت طبيعي. هنايا واحد المعلقه صغيره ديال السكر. هنايا عندي واحد الرشه ديال الزعتر اللي كنحكو ما بين يديا وكنديرو، يعني تنسموا باي حاجه اللي كتبغيو. بطبيعه الحال في البيتزا راه كيجي الزعتر زوين بزاف. غادي نخلط المكونات وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الطحين، نخلطهم مزيان غير بالفوي وغادي نخطيهم ونخليها يعني واحد ربع ساعه حتى كيبدا يعني كتخمر اولا كتفاعل ديك الخميره. من بعد هنايا ما داز ديك ربع ساعه، شوفوا معايا الخليط كيفاش ولا. فغادي نزيدو الطحين. فهنايا زدت الكاس الاول ديال الطحين، غادي نزيد معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. الملحه ما ديروهاش من الاول لان ما كتخليش لكم العجينه كتخمر. وغادي نزيد واحد الساشي ديال الخميره حمراء صافي. وغادي نبقى نخلط، يعني نزيد في الطحين حتى كتجمع ديك العجينه ما تكونش قاصحه بزاف، يعني كتكون رطبه كتبقى كتلصق في اليدين. وفي اخر مرحله يعني ملي كنكملوا الطحين وكنوصلوا لذاك القوام ديال العجينه اللي بغينا، فكنزيدوا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون وكنبقاو كنخدموها حتى كندخلوها مزيان في العجين اللي كيولي على هذا الشكل هذا. غندهنوه بشويه ديال الزيت ونغطيوه ونخليوه حتى كتخمر مزيان وكيتضاعف الحجم ديالها. وكتولي عندنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. فكنخرجوا من هذاك الهواء اللي فيها وكنخدموها فوق سطح العمل، يعني كنقطعوها كويرات باش غادي نبداو نشكلوها القياس اللي بغينا. وهنا بالاستعانه بشويه ديال الطحين فغادي نقطعوها الكرات، غادي نلولبوهم وغادي نخليوهم جانبا يرتاحوا غير شويه. صافي غادي نبداو نخدموا فيهم. كنطلقوهم بالدلاك، السمك ديالهم كيف ما غادي تشوفوا معايا يعني يكون رقيق، لان مادام فيهم الخميره ديال الحلوى والخميره الفوريه فراهم كيتنفخوا وكيجيو رطبين. صراحه هاد العجينه هذه كتجي زوينه بزاف، جربوها. صافي هذا هو السمك ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نثقبوهم بالفرشيط اولا بهاد الاله هذه راه كتسهل دغيا. يتقبوا مزيان صافي. وغادي نجيبوا السيركل على حساب حنا شنو بغينا نديروا لي فوند بيتزا يكونوا صغار، راه يعني كناخذوا القياس اللي كيناسبنا. بالنسبه للتقطاع ما تبقاوش تحطوا السيركل وتدوروا، لا كتحطوا وكتخبطوا على هذا الشكل هذا باش ما كديفورماش. صافي كنحيدوهم وكنحطوهم جانبا. بالنسبه للطياب ديالهم في الفران كيكون سخون بزاف، والطاوه حتى هي تكون سخونه بزاف. كديروهم في الفران يعني 5 ديال الدقائق غير كيتشمعوا. شوفوا معايا غير كيتشمعوا يعني كينشفوا. هذا هو الشكل ديالهم، ما تخليوهمش يتحمروا. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رطبين ولذاذين بزاف. صافي بالنسبه لطريقه التخزين ديالهم فكناخذ لي بواط ديال البلاستيك هادو وكنستفهم بحال هكا، يعني ما تخافوش راه ما كيتلاصقوش. خليوهم حتى يبردوا تماما. وقت ما كتجبدوهم يعني كتبغيوهم كتجبدوهم يدي كونجولا وكتعمروا وكطيبوهم بكل سهوله. فهاد القياس هذا فخرج ليا 40 حبه تقريبا. غادي ندوزو دابا باش نوجدو لي فون دو طارط مالحين اللي كيصلحوا ليكيش حتى هما كيصلحوا لي فون دو البيتزا، يعني كتستعملوهم بزاف ديال الاستعمالات اللي كيكونوا مالحين. وهاد لي فون دو طارط هادو جربوهم بعينيكم مغمضين كيجيو واعرين بزاف. هنا درت 4 ديال الزبده، شويه ديال الملحه، نسمت بالبودره ديال الثومه. وغادي ندير هنايا نص كيلو ديال الطحين، يعني راه معبور العبارات عطيتهم لكم بالتدقيق، نص كيلو معبور. صافي وغادي نبدا هنايا نرمل فيها مزيان حتى كتندمج ديك الزبده مع الطحين وكتولي مرمله.
صافي ملي كتولي على هذا الشكل هذا، فغادي نزيدو هنايا ما بارد، تقريبا ربع كاس ديال الماء بارد، المقادير بالضبط بالغرامات، فغادي نخليهم لكم كيف ما العاده في صندوق الوصف فقط. ما غاديش ندلكوها، كتجمع فقط برؤوس الاصابع كيف ما كتشوفوا معايا. العجينه ديالها كتكون قاصحه. انا الماء غادي نعطيه لكم بالضبط يعني بالتفصيل شحال خدات ليا ديال الماء، وهذه هي العجينه واجده. يعني هاد العجينه اللي عطيتكم كتستعمل حتى في لي كوموند هكا اللي بغى يخرج يعني شي كوموند ديال لي فوندو طاقط مالحين، فراه هذه هي الطريقه اللي كيتستعمل. ما كيديروا فيها لا بيض لا حتى حاجه اخرى، يعني هذه هي الطريقه. جمعتها خليتها في البلاستيك حتى كتطلق. وهنا عندي هاد لي فون هادو ديال الاينوكس، يعني كتاخذوه من عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. صافي وكنبدا كنشكل بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كتضغطوا من الجناب وكتحيدوا الفائض بيديكم، ماشي تطلقوا بالدلاك، وانما هاد الطريقه هذه راها سهله. ما ترقوهاش بزاف باش ملي تحيدوها يعني ما تهرسش، فقط بهكا وكتخليو داك يعني كتبقاو غاديين معاها بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح موضح كلشي، ما تخليوهاش غليظه بزاف وما ترقوهاش في نفس الوقت، يعني بين وبين. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد هنا كناخذ واحد الفرشيط وكنثقبهم مزيان وكندخلهم المجمد حتى كيقساحوا مزيان. هنايا ملي دخلتهم المجمد فخديت هاد الكويغطات هادو ديال المادلين، قطعت منهم شويه من داك الطول ديالهم عمرهم يا اما بالحمص اولا باللوبيا اولا، ودخلوهم الفران، فران اللي كيكون عافيه متوسطه، وكتخليوهم حتى كتشوفوه مذهب ليهم الجناب ديالهم. من بعد كتحيدوا دوك الكويغطات هادوك وكتخليوهم يتحمر لهم شويه داك الوسط ديالهم. شوفوا الشكل ديالهم راه ما كيديفورماو ما حتى حاجه، ولكن جمدوهم عاد باش طيبوهم. يعني كتخرجوهم مباشره من المجمد، كديروا ديك اللوبيا اولا الحمص وصافي كتدخلوهم يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم. حتى هما بالنسبه للطريقه ديال التخزين كنديرهم في لي بواط على هذا الشكل هذا، وقت ما بغيتهم يعني وقت ما احتاجيتهم كنعمرهم وكندخلهم يكملوا الطياب ديالهم حتى هما خرجوا ليا 40 حبه من هذا الشكل. دابا غادي ندوزو نشوفوا الخبز ديال الطورطيه اللي هنايا درت ليه نص كيلو تقريبا ديال الطحين، جوج زلايف مع شويه ديال الملحه، مع هنايا غادي ندير 60 مليلتر ديال الزيت، تقريبا ربع كاس بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، وغادي ندير واحد نص معلقه ديال الخميره الكيماويه ولا خميره حمراء. صافي هادو هما المكونات. غادي نعجنوهم بالماء يكون دافي، يعني يكون دافي شويه زايد في السخونيه، ما تخليوش العجينه جاريه، كتكون بين وبينها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كتكون قاصحه شويه. صافي كتدلكوها واحد شوي بهذا الشكل هذا، وغديروها في واحد البلاستيك وتخليوها تقريبا واحد ساعتين. يعني شحال ما خليتوها ارتاحت شحال ما كتجي النتيجه مزيانه. صافي من بعد ما كترتاح كنقطعوها كويرات الحجم اللي بغيتو تعبروا عبروا، ما بغيتوش كديروا عينكم ميزانكم كيف ما درت. يعني هاد الكميه هذه تقريبا خرجت لي 10 ديال الخبيزات كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي غتقطعوهم وغادي تكوروهم مزيان وتخليوهم عاوتاني غطيوهم شويه بالبلاستيك وخليوهم حتى كيرتاحوا. العجينه كتعطي الطو يعني زوينه بزاف. هاد العجينه ملي كتكونوا كتخدموا فيها كتعرفوا بلي راه النتيجه غتكون مزيانه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي تبداو تطلقوا بالدلاك، كتطلقوا شويه فالدلاك ما كيطلقش لكم داكشي اللي كتبغيو، فغادي تهزوه كيف ما غتشوفوا معايا. الطريقه اللي كندير كنهزها بيدي بحال هكا وكنبقى كنجبد في الجناب، لان العجينه كتعطي الطوع حتى كترقاق مزيان. يعني كترقاق الترقاق يعني ما تقطعش، ولكن كتكون العجينه ديالهم رقيقه وكتوصلوا ديك الدائره اولا داك القياس اللي بغيتو كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. هنايا عندي المقله الثقيله كتكون فوق البوطه تكون سخونه مزيان. من بعد غتنقصوا عليها العافيه صافي. والحاجه اللي يعني الخبيزه اللي قرصتوها اولا اللي طلقتوها كتمشيو كترميوها مباشره فوق المقله بهذا الشكل هذا. صافي يعني ما كتاخذش لكم حتى دقيقه ديال الطياب، غير غادي نلوحها ونقلب. صافي واحد جوج ثلاثه ديال القلبات صافي ونحيدها. ما تخليوهاش حتى تيبس، لا حنا عندنا الغرض ديالها غير نشفوها من ديك العجينه ديالها ومن ديك الماء ديالها، ما كتبقاش عجينه. نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه دغيا
ما كاملاش حتى 2 3 ديال الدقائق. صافي كتبدا كدير دوك البويقات وكتنفخ، كتخبطوها هكا شويه صافي وكتحيدوها، كتكون عندكم واجده. غير هي اللي طيبتوها غديروها في واحد المنديل اللي كيكون نقي كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، بحال هذا الشكل هذا. بغيتو تزيدوا تقادوها فراه كتقطعوا بواحد السيركل، كتحيدوا دوك الجنيبات اولا بواحد المقص كتحيدوا دوك الجناب باش كتجي دائريه يعني مقاده. ولكن انا صراحه ما قطعتها ما حتى حاجه هكا. ملي كتلويوها في داك الخبز ديال الطاكوس ولا يعني في كتصاوبوا بها الطاكوس ولا اللي صاوبتوا بها كتجي روعه صراحه الله، يعني زوينه. حتى ملي طيبتها يعني جات مقرمله وجات زوينه. بالنسبه لطريقه التخزين فانا خليتها هكا يعني في هذا المنديل ديالها، خليتهم حتى بردوا، عاود درت ليهم واحد البلاستيك ودخلتهم المجمد. ملي كنبغي شي حاجه يعني كتجبدوا مثلا ليله قبل 2 ولا 3 ولا شحال ما غادي تستعملوا، كتخليوهم راهم كيطلقوا وصافي كتعمروهم باش ما بغيتو، وكديرهم في البانينوز حتى كيتحمروا وكيجيو على هذا الشكل هذا. صراحه اقتراحات اللي جربوهم وخليوا لي في لي كومونتير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.